الخير. قررنا اليوم نرجع يات الوكالة وداعا للتنزيل. اسمه الديك يبينكم الصباح. ويلا الخضرية الصناعية على أساس نرجع يات الوكالة. باردة حدها السيارة. بسم الله. تسألني ليش بتفك اليايات الرياضية؟ طيب حلو. يايات رياضية طبعا لها فوائد ولها سلبيات. زين، فوائدها بتخلي السيارة راسية أكثر، باللفات بتصير السيارة أفضل، لكن عندك السلبيات كثيرة مرة. يعني أول شيء بتحكك معك، بدأت إذا كنت مركب بعد يعني كت رياضي، يعني كت باك كامل، فبتبدأ تحك معك السيارة بتلعوزك. هذا أول شغلة. ثاني شغلة صدامك بيتحكك حيل. أنا عندي صدام صراحة خلاص يعني كنت أخاف عليه حك واجد، وبكل مطبة بتعرض والناس ما تستوعب. مو كل الناس تستوعب أن السيارة منزلة لازم يعرض، فهمت؟ كل لفة تقول تعرض عشان ما تحك السيارة، والناس وراك هرنات وشيل. عندك طول عمر السلامة إذا ركبت معاك زحمة، نفس الحكاية، بتنزل السيارة أكثر، بتصير واضحة أن السيارة نازلة حيل في الأرض، والسيارة طويلة فالتنزيلة تصير واضحة عليها. يعني بتقروشك، ما يمديك أصلا حتى تاخذ راحتك بالسيارة. كانت سيارة عادية تطلع فيها تتمشى، لا، تحسب حساب يعني مطبات، تحسب حساب مرور ولا شيء يعني ماشي. فأنا قلت يعني خلاص، شفت السيارة بنزلتها عجبتني، استنست فيها، صورنا، انبسطنا، تمشينا. كان خاطري صراحة أشوف شكل أنا يعني شكل السيارات بالتنزيلة، فشفتها وخلاص. يعني نرجع نرفع السيارة عشان ناخذ راحتنا أكثر في الشارع، نتمشى، نروح مطبات وتنبسط وبس. سلامتكم يا جماعة. رايحين حاليا الصناعية عشان نبدلهم ونصور لكم. حك الصدام، شوفها ماني جاي مسرع ولا شيء، قاعد سحب. فعلى الصناعية يا حبيبي، رجعت الوكالة بلا فلسفة. السلام عليكم. آخر فيديو للتنزيلة. ترى ورا ما يفرق شيء كثير يعني أنا صبع ونص، الوكالة صبعين تقريبا، بس الفرق يكون قدام هو الفرق الفظيع. شوف هنا حاليا صبعين، الوكالة عادي تخش 4 أصابع، بس لعلها أريح، خلت الوكالة أحسن لك. هذه رفعت الوكالة يا جماعة، والله راحة مو طبيعية في السواقة صارت. تنزيلة حلوة بس مشكلتها تأذيك أصوات وما في راحة، تحكحك وهذا، بس كذا أريح بواجد. يزين السيارة وهي وكالة على قولتهم. صلى الله وبارك.